ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين، والدنيا اجواء كاس عالم والناس مروقه. حدث بيجي كل 4 سنين، بس في حاجه عدت من تحت الباب كده ما نفهمش ده ايه وانا مستغرب والناس مستغربه ومحدش فاهم ده ايه. واحنا قاعدين كده عادي جدا سمعت خبر بيقول لك مهيب عبد الهادي بيهاجم حمزه عبد الكريم. فقلت بيهاجم حمزه عبد الكريم؟ ده حمزه عبد الكريم نفسه ما لحقش يهاجم لسه، يعني ما لحقش يلعب ويهاجم عشان حد يهاجمه، هو لعب حمزه. فقلت بيهاجموا على ايه؟ الواد رايح برشلونه والناس كلها مبسوطه وانا فرحان ومبسوط بالواد وبتمنى له كل خير وعايز يروح وينجح ويكسر الدنيا. فاليوم اللي صلاح بيخلص فيه فانت بيطلع لك واحد تاني، فانت دي قصة يكملها واحد تاني، وعندك واحد زي مرموش فيبدأ مثلا حمزة بعد ما راح 6 شهور وتعب واشتغل، وهم شافوا انه يقدر، انه عنده استغفر بوتنشال الله. وممكن يشتغل يبقى حاجة كبيرة. فحاجة تفرح والواحد مبسوط، وان هو الواد لو نجح فيخلي الناس بره تبص اللعيب المصري بشكل مختلف، لان انت عارف ان احنا عندنا المفرخه بايظه وما عندناش لعيبه اصلا، وتاسيس اللعيبه رايح في 60 داهيه، وبنفرش بضاعتنا في الشارع زي ما هي بنلمها وبنروح بيها زي ما احنا. واللعيب على ما نكتشفه بيروح منتخب يبقى عنده 30 سنه زي ما اخويا عز قال امبارح على اسلام عيسى وزيكو. فاحنا النهارده في حدث ان في ولد 18 سنه طلع من الاهلي راح برشلونه على طول خبطه واحده، وراحوا جربوه هناك 6 شهور ونجح وخدوه. ده النهارده حمزه عبد الكريم صورته بتنزل على الاكونت بتاع برشلونه الرسمي على فيسبوك، محطوط مع لعيبه برشلونه بقى، لامين يامال ورافينيا وداني اولمو، حمزه محطوط. مين ما يبقاش فرحان ومبسوط وفرحان بالواد ويدعي له بالخير؟ ان يطلع واحد يشخصنها مع عيل صغير 18، فانا ما فهمتش هو ده في ايه اصلا. لو عين بيقول ايه؟ انتوا يا جماعه مالكم؟ في زخم حوالين الموضوع، ده راح برشلونه. طب انت محسوب علينا اعلام رياضي؟ انت دخلت المجال ده ازاي اصلا يا معلم؟ ده راح برشلونه، مش اكاديميه برشلونه اللي في القطاميه، ده برشلونه نفسه، برشلونه البلد هناك. ايه اللي احنا إيه يا لهوي اسود. والله انا مش مصدق. في موقف زي ده لو عندك كلمه طيبه بتقولها، ما عندكش ما بتتكلمش، بتنتقد. طب انت لو في صفار من ناحيته انا برضو مش عارف ليه، هو مش رايح مكان عيل من عيالك. اسكت، عدي اليومين دول والناس في وسط الناس ده كان بتضرب بتفرقع وسط ما الناس فرحانه كده، انت بتعمل ايه؟ إيه يا جماعه بجد اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟ انا بصراحه اللي جه في دماغي ساعتها قلت ممكن يكون هو بينتقد اختيار حمزه عبد الكريم نفسه، يقول لك ان ممكن يكون كان ممكن حد يروح مكان حمزه عشان هو لسه صغير ومش جاهز. بينتقد ان المنتخب ما عندوش مهاجم كلاسيك سترايكر، مهاجم صندوق تلعب عليه عرضيات، كلاسيك سترايكر نوعيه مصطفى محمد غير حمزه عبد الكريم. فقلت بقى نسمع بقى نشوف ونروح ونيجي في الموضوع، لكن طلع الموضوع مش كده خالص خالص. لا ده بينتقد حمزه نفسه، بيقول لك في ايه يعني، هو عمل ايه يعني؟ لا وفي حته كده قله ذوق. انا اقول لك حمزه، حمزه علاء، اعرف حمزه علاء، وفي كباب اسمه حمزه في التجمع اكله لكن حمزه عبد الكريم بتاع برشلونه لا والله مش عارف بصراحه. ايه يابا اللي انت بتعمله ده بجد؟ عيب، انت عندك برنامج كبير وقبل ماتشات منتخب مصر بيومين بتعمل كده؟